ينضم إلينا من دمشق أستاذ التاريخ بجامعة دمشق الدكتور إبراهيم زعرور. دكتور إبراهيم أهلا بك معنا. هذا الجدل يتكرر ومنذ فترة دكتور إبراهيم حول هوية وأصول طارق بن زياد. هل يمكن وضع حد لهذا الجدل فعلا والخروج ب يعني معلومات موثقة حول هوية ونسب وربما حتى قبيلة إنجاز التعبير هنا لطارق بن زياد؟ شكرا لك. طبعا ليست هذه القضية الوحيدة التي تثير جدلا في المسلسلات التي تنتج في القنوات العربية، لكن للحسم هذا الجدل واحتراما لرأي المغاربة والجزائريين والتوانسة الأخوة الأشقاء، فإنه لم يكن هناك شيء اسمه تونس ولا الجزائر ولا المغرب، كان هناك المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى، وبالتالي هي بلاد المغرب العربي الكبير. وعملية الفتح المغرب ثم فتح الأندلس تمت أيضا بقرار من الحاكم في دمشق عندما خرج عبد الرحمن الداخل ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان هاربا من بطش الدولة العباسية إلى المغرب عبر فلسطين إلى مصر ثم إلى المغرب الأدنى ثم الأوسط فالأقصى، وأسس لدولة عربية إسلامية استمرت 800 عام. هل أفهم منك دكتور بأنه لا نستطيع تحديد ربما على الأقل مسقط رأس أو من أي منطقة ينحدر هذا القائد أو غيره أو شخصية أو غيرها بأدلة تاريخية؟ يعني المنطقة هي حسب الأبحاث التاريخية هو ينتمي لمنطقة تلحق بولاية وهران الجزائرية إلى قبيلة أمازيغية. هذا الأمر مقرر، لكن هو اسمه طارق بن زياد ابن عبد الله ابن ولقو ابن رفعو إلى آخر التسمية.